هنعمل بقى الأكلة اللي كلنا بنحبها. طعمية طبعا مفيش حد ما يحبهاش. نعملها مقرمشة وبطريقة سهلة جدا، وهنوريها لكم كده بطريقة يعني مفيش أبسط من كده، وتتبيلتها بسيطة جدا وخفيفة، وبسم الله ما شاء الله شايفين طالعة عاملة ازاي. وهنعمل منها سندوتشات وبأقل مكونات هتطلع معانا جميلة. عندنا بقى الفول المدشوش، هننقعه ليلة كاملة في المية. ده كده بعد الليلة طبعا بينفش كده. هنحط عليهم حسبة كرات وحسبة كزبرة وبصلاية كبيرة وكم فص توم، وهننزل بيهم في الخلاط زي كده. نديهم الأول كده هرسة كده الأول مع بعض، وبعد كده ننزل بالفول لغاية ما تتعجن كويس جدا زي كده. وهننزل بيها، نديها بقى الملح والكزبرة والكمون، وأهم حاجة بقى عشان يطلع هشة معاك بيكربونات الصوديوم، نديها نص معلقة. تطلع هشة بقى كده ومش مش صافطة كده في بعض يعني. ده بيديها الهشاشة من جوه كده. وبعد كده بقى في السمسم كورها بقى زي كده بالراحة. أنا بصراحة بحب السمسم فغرقتها سمسم. وبعدين بقى تقليها بقى بالجمال دوت. بس أحلى من بره كمان، مش زي بره، لأ أحلى من بره. نظافة وحاجة جميلة جدا. طبعا وصفة مفيش في سهولتها كده، يعني مفيش أسهل من كده. شايفين بسم الله ما شاء الله طلع حاجة جنان، مخدتش وقت، حاجة جميلة جدا. طبعا السندوتشات بقى اللي بالسلطة والطحينة بقى اللي كلنا بنحبها. وبألف هنا وشفا عليكم، وربنا يملى بيوتنا خير يا رب. متنساش بقى الاشتراك واللايك، وبألف هنا وشفا.